ازيكم يا احلى متابعين؟ بصوا يا جماعة، هو ليه كل ما نقول عايزين نخس الناس بترد علينا تقول لا لازم صدر فراخ مسلوق وتوست بني وعيشتك تبقى كلها لايت في لايت. احنا مصريين بنحب الاكل الشعبي وده مش عيب ولا غلط. النهاردة بقى قررت اعيش يوم كامل بالاكل الشعبي المصري، من اللي بناكله في البيت او من المطعم، وفي نفس الوقت نحافظ على السعرات. يعني هناكل فول وطعمية وبطاطس محمرة عادي وفاكهة الموسم كمان، وكل ده في حدود 1500 سعر حراري بس. يعني يوم واقعي من غير حرمان ولا وجبات غريبة. لو نفسك تخس من غير ما تتعذب خليك معايا للنهاية. صباح النشاط يا أبطال الدايت الشعبي. الفطار النهاردة فطار مصري صميم، والفطار عبارة عن رغيف بلدي واحد وتلات وحدات طعمية مقلية صغيرة عادية في الزيت، وطبق سلطة بلدي صغير خيار وطماطم وجرجير، وكوباية شاي بالنعناع من غير سكر أو بسكر دايت. ريحة الفطار دي لوحدها تصحي من النوم، والطعمية دي رغم انها مقلية مش محرمة زي ما الناس فاكرة. طالما محسوبة ضمن اليوم تمام جدا. الموضوع مش في نوع الأكلة، الموضوع في الكمية والوعي. بصوا يا جماعة، لازم اقول لكم حاجة مهمة جدا. اللي بيخلي ناس كتير بتفشل في الدايت مش الأكل نفسه، ده الخوف من الأكل. كل ما تشوف لقمة طعمية أو بطاطس بتحس بالذنب، وده غلط جدا. جسمك مش محتاج حرمان، محتاج توازن. يعني لو نفسك في حاجة مقلية كليها في أول اليوم بدل آخره، وافتكري مش لازم تبطلي الأكل اللي بتحبيه، بس لازم تبطلي الكمية اللي بتضرك. اللي يقدر يوازن عمره ما هيبوظ الدايت. والغدا النهاردة مصري شعبي أصيل برضو، بس بحساب مظبوط بالأكواب علشان تبقوا عارفين الكميات بالظبط. والغدا عبارة عن نص كوباية رز أبيض ونص كوباية بطاطس محمرة عادية في الزيت، وصدر فراخ مشوي بالتوابل المصرية، وسلطة بلدي طبق كبير، ومعلقة صغيرة طحينة. وخليني أقول لكم حاجة مهمة جدا، البطاطس المحمرة مش عدو. نص كوباية كفاية جدا، ومش لازم نعيش على المسلوق. طالما الزيت نضيف والكمية مظبوطة مفيش مشكلة خالص. والاكل ده مش بس بيشبع، ده بيرضي النفس. ريحة البطاطس والفراخ دي لوحدها تخليك تحس انك في بيت مصري اصيل. نيجي بقى للسناك. الوقت ده من اليوم بعد الغدا بساعتين كده محتاجين حاجة خفيفة، بس مش اي حاجة، لا، ده سناك من فاكهة الموسم الجميلة. احنا في الخريف يعني وقت الكاكا والموز. خد نص كاكا متوسطة ومعاها نص موزة صغيرة. الوجبة دي طعمها مسكر طبيعي وبيشبع جدا ومليان الياف. الكاكا بتدي احساس بالشبع، والموز فيه بوتاسيوم وطاقة. يعني سناك خفيف مفيد ومناسب للجو الجميل ده. واهم حاجة انك ما تستناش تجوع قوي. خد سناك خفيف قبل ما الجوع يسيطر عليك، كده هتفضل متوازن طول اليوم. جينا بقى للعشاء. يعني جينا بقى لاخر اليوم الجميل ده. العشاء بسيط جدا بس مش ممل خالص. ونيجي بقى للعشاء، 2 بيضة، واحدة اومليت خفيفة، وواحدة مسلوقة، ونص رغيف بلدي، وطبق خضار سوتيه او سلطة، وعلبة زبادي صغيرة. كده اليوم كله حوالي 1500 سعر حراري بس، وفي أكل مصري وطعمية وبطاطس وفاكهة الموسم كمان. يعني نزول وزن من غير ما تحرم نفسك، وسهل انك تكمل طول الأسبوع بنفس النظام. نيجي بقى للأسئلة اللي بتدور في دماغنا. هو الطعمية المقلية كده عادي في الدايت؟ أيوة، لو محسوبة ضمن اليوم وكمية قليلة، يعني 3 وحدات بالكتير تمام جدا. طيب ينفع اكل بطاطس محمرة وانا بخس؟ اكيد ينفع. نص كوباية كفاية جدا، وتبقى مقلية بزيت نضيف ونصفيها على منديل. طب هو لازم اوزن الاكل كل مرة؟ في الاول ممكن تستعدي نفسك بالميزان، بس بعد كده عينك هتتعلم تشوف الكمية المناسبة لوحدها. طب لو جعانة بالليل اعمل ايه؟ اشربي كوباية مية، وبعد 10 دقايق لو لسه جعانة خدي زبادي او تفاحة. طب هو الدايت الشعبي ده فعلا بيخسس؟ ايوه، لانه واقعي ومش متعب. طالما بتحسي ان انتي بتاكلي طبيعي هتكملي ومش هتزهقي. وعايزه اقول لكم كلمه اخيره من القلب، الدايت مش انك تمنع نفسك من الاكل، الدايت انك تفهم جسمك وتديله المحتاجه بالعقل. كل اللي بتحبه بس بحساب، ومش لازم تكون بتعاني عشان توصل لهدفك. اللي كمل الفيديو للنهاية ده بطل بجد. اكتبولي في الكومنتات تحب اليوم الجاي يكون على كام سعر،
ولا نعمل يوم كامل من أكل المطاعم الشعبية؟ لو الفيديو عجبك دوس لايك وشاركه مع أصحابك، وخليهم يعرفوا إن الدايت المصري الشعبي مش بس لذيذ، ده كمان أنجح نظام لو اتعمل صح. باي باي يا أبطال الدايت الشعبي، واستنوني في الحلقة الجاية. سلام.